السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهو معكم مستر محمد عبد الصمد، والقناة حضراتكم في دلوقتي اسمها قناة ايزي انجليزي، من يمين الشمال انجليزي وعربي انجليزي. ان شاء الله النهارده ميعادنا مع حل امتحان اللغة الانجليزية محافظة اسيوط الترم الثاني 2023. يعني الامتحان ده ان شاء الله بتاريخ ان شاء الله النهارده. ان شاء الله الامتحان كان سهل جدا ان شاء الله. نبدأ على طول نقول بسم الله. طيب، هنا رأس السؤال في المحادثة بيقول لي هبة and Sarah are talking in the library. هبة وسارة بيتكلموا فين؟ في المكتبة. تمام. فهبة بتقول لسارة hello سارة، what are you doing here؟ ماذا تفعلين هنا؟ طيب، طبعا السؤال في زمن مضارع مستمر. هلو هبه نقط. طبعا هبه هتقول لها نقط، احنا ما عارفينش هبه بتعمل ايه. هما طبعا بيتكلموا في المكتبه بس مش عارفين بتعمل ايه طبعا. بس هو مكتوب هنا ايه؟ هبه بتقول لها reading a book، بتقري كتاب. يبقى فوق قالت لها طبعا انا اقرا كتاب. احنا عارفين ان ار يو طول ما انا بكلم مفرد مخاطب هتتحول في الاجابه لاي ام. يبقى هتقول لها اي ام انا. تمام. ها reading انا اقرا I'm reading. تمام. ابوك السؤال في زمن المضارع مستمر، يبقى لازم الاجابه تكون في زمن المضارع مستمر. انا اقرا كتاب. فقالت لها reading a book، وبتتعجب هي يا جماعه. احنا قلنا قبل كده واحنا بنشرح المحادثه طول ما في علامه تعجب يبقى معنى كده الكلمه او العباره اللي قبل علامه التعجب اتكررت فوق. انا اقرا كتاب. قالت لها بتقري كتاب، بتستعجب طبعا. سالتها سؤال تاني، فساره بتقول لها it's about the pyramids at Giza، انه عن الاهرامات في الجيزه. يبقى عن ماذا الكتاب؟ ازاي بقى عن ماذا الكتاب؟ يبقى what. تمام. انا عندي طبعا هنا it is، هتبقى is it بقى في السؤال what is it. وطبعا حرف الجر about هيبقى في الاخر about. what is it about؟ يعني عن ماذا هذا الكتاب؟ بيتحدث عن ماذا؟ ما هو موضوعه؟ what is it about؟ فقلت لها it's about the pyramids at Giza، انه عن الاهرامات في الجيزه. طب have you ever visited the pyramids؟ هبه رجعت سالتها قالت لها هل سبق لك زياره الاهرامات؟ have you ever. طبعا قبل ما نقول يس ونو لازم نتاكد هي زارتها ولا لا. في تحت رقم 4 ساره قالت لها I visited them last holiday، زرتهم الاجازه الاخيره. يبقى معنى كده هي زارتهم. يبقى هتقول يس طبعا يس. تمام. ونعمل عمليه المقص، هنحول يو لاي علشان هنا ساره بتتكلم عن نفسها. يس I have. يس I have. انا زرتها. تمام. فيبقى في نقط تاني وسالتها سؤال عشان هنا في عم استفهام وناخد بالنا من الكلام ده طبعا. فساره بتقول لها I visited them last holiday، زرتهم الاجازه اللي فاتت او الاجازه الاخيره. الاجازه الاخيره ده زمان، الزمان بسال عنه طبعا بوين. وين يعني متى، كلمه استفهام. طب انا عايز هنا فعل مساعد. طبعا ما فيش اي فعل مساعد من الافعال المعروفه اذا كان is او are او was او were، ولكن في الحاله دي هنظر لزمن الجمله. زمن الجمله ماضي visited، يبقى هاخد على طول did كفعل مساعد did. طبعا كلنا عارفين ان طول ما في did يبقى تتبع بفاعل ثم مصدر. الفاعل I هتحول في السؤال ليو. خلاص. والمصدر من visited visit. visit مين يا مستر؟ them. when did you visit them؟ متى زرتيهم؟ when did you visit them؟ طبعا قالت لهم زرتهم الاجازه اللي فاتت او الاخيره. how did you go there؟ كيف ذهبت الى هناك؟ طبعا محادثه سهله جدا يا جماعه. اولا هنبدا صح، يو هتتحول الى I، وجو هتتحول الى went. طب ليه يا مستر جو تتحول الى went؟ هنا جو كانت مصدر عشان في did، ودid بتدل على زمن الماضي. تحت لما جاوب مش هيبقى في did، فهحول المضارع الى ماضي. I went طبعا there، ذهبت الى هناك. باي بواسطه طبعا هاو يعني كيف، هسال عن وسيله المواصلات وهقول اي وسيله مواصلات. ممكن اقول مثلا باي باس، ذهبت الى هناك باي باس عن طريق الاتوبيس، او باي كار او باي ترين. طب حد يقول لي مستر انا جاوبتها باي باص بالاتوبيس، ممكن تحسب لك صح، بس انا بفضل دايما في اجابه المحادثه تبقى الاجابه كامله. انا وينت ذهبت ذير هناك او الى هناك باي باص عن طريق الاتوبيس. موف اون تو ذا نيكست كويشنز. السؤال اللي بعد كده. طيب السؤال اللي بعد كده يا جماعه سؤال كومبليشن اكمل. طبعا احنا قلنا بنترجم الكلمات اللي من فوق الاول. ابسورب يمتص، بيرن يحترق او يحرق، انفايرمنت بيئه، فيولز يعني وقود، بيرنينج برضو يحترق. تمام. electricity معنى كهرباء. we should يجب علينا do our best نبذل قصارى جهدنا to keep لكي نحافظ ذا نقط safe and clean نظيفة أو آمنة ونظيفة نحافظ عليه. طبعا environment البيئة هتبقى نمبر 1 في الامتحان. احنا بنكتب طبعا مش بالرقم كده زي ما قلنا قبل كده. we shouldn't لا يجب علينا cut down trees أن نقطع الأشجار because لأنها they نقط كربون ديوكسيد. الاشجار بالنسبه لثاني اكسيد الكربون بتعمل له ايه؟ طبعا بتمتص ثاني اكسيد الكربون. يعني تمتص طبعا في حاجه اسمها breathe in او take in، او حاجه اسمها absorb تمتص. المترادفات طبعا absorb يعني تمتص. we should يجب علينا reduce أن نقلل using fossil من استخدام فوسيل. ايه طبعا هي تعبير على بعضه وكلمة على بعضها. fossil fuels الوقود الحفري، برافو عليكم. fossil fuels. طبعا السؤال برضو ده سهل جدا.
نكمل في الاخر we must يجب علينا avoid نقط ان نتجنب نقط rubbish. This may protect our planet وده بيحمي الكوكب بتاعنا. يجب علينا نتجنب حرق طبعا القمامة. طب ما في عندي حرق burn وعندي burning، بس avoid من ضمن الكلمات التي تتبع بفعل مضاف ing على طول هتبقى burning. برافو عليكم burning، ممتاز جدا. السؤال اللي بعد كده طبعا هو سؤال الباسج، القطعة اللي هي الكومبريهنشن باسج او التكست النص. طبعا يا جماعة توفير لوقت حضراتكم انا هحاول يعني خططت الاجابات طبعا وهحاول يعني السؤال ده احله طبعا بتركيز بس في نفس الوقت يكون بسرعة شوية يعني. طيب هنا هو بيقول لي هنا an email that starts with I love you seems to be a wonderful message that surely attracts you and makes you excited to open and read it. You may think that it was sent by a close friend, a kind relative, or an honest wife who reminds you of her love and respect. That was exactly what I had thought. طب واحد بيقول هنا الايميل اللي بيتبعت لك وبادئ بكلمة I love you أنا أحبك قد يكون رسالة رائعة بالتأكيد بيجذبك وبيخليك تشعر بالتحمس إنك تفتحه وتقراه. تمام. ربما تعتقد إنه مبعوث من صديق مقرب ليك أو من حد من أقاربك أو من زوجة مخلصة. تمام. ودايما بتفكرك طبعا بحبها ليك واحترامها ليك. تمام. طبعا ده اللي انا افتكرته. هو بيقول الكلام ده، اللي الكاتب بيقول الكلام ده، بيقول في ايميل اتبعت لي وانا افتكرته انه مبعوث من صديق مقرب او من زوجه او من زوجتي يعني. وطبعا الكلام ده انا كنت فاكره وما طلعش صح. ليه بقى؟ However ومع ذلك the fact was completely different. This email was a source of much trouble for me. بيقول ومع ذلك الايميل ده الموضوع ده كان مختلف تماما. الايميل ده كان مصدر من مصادر التعب والمتاعب اللي حصلت لي. It made me lose my job. ده خلاني افقد وظيفتي in a big company في شركه كبيره for selling electric goods بتبيع البضائع الكهربائيه. It wasn't a really nice message. ما كانتش رساله لطيفه from someone who admires me من شخص معجب بيا. But it was a dangerous computer virus sent from unknown address. ولكنها كانت فيروس او فيروس كمبيوتر مبعوث من حد انا ما اعرفوش، رساله تحتوي على فيروس. طبعا هو في اخر القطعه بيقول ان هي دمرت لي كل الملفات والداتا والبيانات الموجوده عندي في على الكمبيوتر بتاعي الخاص بوظيفتي في الشركه، وده خلاني فقدت وظيفتي طبعا. طيب احنا حبينا نختصر يعني القطعه. تعالوا نشوف السؤال الاولاني بيقول. السؤال الاولاني يا جماعه بيقول لك ايه؟ بيقول لك the passage القطعه teach you to تعلمك ان ايه؟ طبعا destroy all files تدمر كل الملفات من على الكمبيوتر. stop sending and receiving emails توقف عن استلام الايميلات وارسالها. leave your work and be free سيب عملك وخليك حر. check your emails carefully تفحص ايميلاتك بشكل حذر او بحرص يعني. تعال نشوف الكلام ده مكتوب تحت خالص طبعا في القطعه. بيقول لك I learned the lesson تعلمت الدرس. I will never open an email from address I don't know. عمري ما هفتح الايميل او الايميلات اللي مبعوثه لي من عنوان انا ما اعرفوش او من حد انا ما اعرفوش. يبقى على طول الاجابه هتبقى يا جماعه طبعا رقم دي اللي هي بتقول check your emails carefully افحص ايميلاتك بحرص. السؤال الثاني بيقول يا جماعه بيقول it refers to the underlined word it refers to بتعود على. طبعا it احنا اخذناها لسه ورا هنا اهو. it قبلها بيقول ايه؟ ناخد بالنا كده من اول. بيقول لك ايميل بيبدا بكلمه I love you يبدو wonderful message رساله that truly attracts you بتجذبك and makes you excited وبتجعلك تشعر بالتحمس. to open and read it بتفتحها وتقراها. يبقى تقرا ايه بقى؟ تمام تقرا ايميل. يبقى كلمه it بتعود على the email يا جماعه رقم A the email. تمام. I love you رساله I love you المبعوثه لك اللي كانت مبعوثه للكاتب بتاع القطعه ده على الكمبيوتر بتاعه was really كانت بيقول لك was كانت ايه؟ present هديه computer فيروس كمبيوتر invitation nice message. طبعا هي كانت computer فيروس كمبيوتر. وطبعا احنا برضو هنجيب الكلام ده من القطعه. في ناس يا جماعه حلتها للاسف يعني طلبه قالت لي احنا حليناها نايس مسج عشان دي مكتوبه بس خد بالك. تعال نشوف الكلام ده. هو هنا بيقول ايه؟ ركز معايا. قال لك it wasn't really a nice message لم تكن رساله جميله لم تكن رساله لطيفه. it wasn't خلي بالك هي مش was كانت لا it wasn't. امال كانت ايه يا عمي؟ بص it was a dangerous computer virus لقد كانت فيروس كمبيوتر خطير ارسل اليها من شخص ما اعرفوش. يبقى هي كانت كمبيوتر فيروس ما كانتش wasn't nice message. يبقى ركز يا جماعه عشان هنا قايل wasn't اما هنا قايل ايه was. هو هنا عايز was يبقى على طول هي كانت ايه؟ كانت كمبيوتر فيروس. طيب السؤال اللي بعد كده where did the writer receive this email from؟ طبعا where يعني اين وفروم يعني من. يبقى من اين استلم الكاتب هذا الايميل. تعال نشوف الكلام ده يا جماعه موجود في القطعه برضو. دي اجابه السؤال نمبر 4 رقم 4. طيب طبعا انا بتوفر وقت حضراتكم وجبت لكم الحل على طول. هندور على كلمه مثلا ريسيف او سنت فروم. شايف قال لك ايه هنا؟
computer virus sent from أرسل من unknown address عنوان غير معروف. يبقى الإجابة هتبقى إن هو استلمها من إيه؟ from unknown address من عنوان غير معروف. تمام. نمبر 5 سؤال رقم 5 بيقول لك إيه رقم 5 هنا؟ بيقول لك what did معايا حضراتكم what did the writer lose because of this email. طبعا أنا عندي did وعندي lose يخسر. تمام. يبقى أحول lose ل lost صح كده في الإجابة. لما الاقي did وفعل في المصدر يبقى لما اجي اجاوب يا جماعه احول اللي في المصدر الى ماضي. lose الماضي منها lost. هو فقط ايه عشان اوفر وقت حضراتكم. تمام. هو قايلها صريحه جدا وواضحه جدا في القطعه. طبعا هنجيبها لكم من القطعه بسم الله اهو. it made me lose my job ده خلاني. يبقى ممكن اقول لك lost او made me lose جعلني اخسر مين؟ my job. يبقى he lost his job فقد وظيفته. he lost his job فقد وظيفته. نمبر 6 السؤال رقم 6 بيقول لك in your opinion في رأيك how does the writer feel now كيف يشعر الكاتب الآن؟ ده رأيك الشخصي يا جماعة. طبعا أنت ممكن تقول إيه؟ رأيك الشخصي هتقول مثلا I think he feels هو يشعر. ممكن تقول طبعا أنت إيه very sad أو upset بالإحباط أو frustrated أو unhappy بعدم السعادة. أي إجابة تنفع يا جماعة. اي اجابه تنفع بس بتدل انه بقى شعور مش كويس طبعا. طب ندخل على طول بعد كده برضه توفير حضراتكم على السؤال الخاص بايه يا جماعه بالتشوز الاكمل على طول. بنقول بسم الله انقط is the land that below the area تعريف ارض تحت منطقه معينه. المنطقه دي تعلو هذه الارض والارض دي منخفضه يبقى منخفض يعني depression. تمام depression. There are a lot of traditional arts in Egypt. The word traditional كلمه traditional here means معناها ايه المرادف لكلمه traditional تقليدي؟ تمام. مودرن حديث نيو جديد ديفيكولت صعب ولا انشنت؟ طبعا انشنت. والكلام ده طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى احنا عملناه في المراجعه امبارح. اللي شاف المراجعه الخاصه بالاختياري لو الكلام ده ان شاء الله كله موجود باذن الله بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله. انقط از ا سمول بلانت نبات صغير which has started to grow بدا ينمو. طبعا بنسميها نبته او حاجه نبات صغير يبقى seedling على طول. seedling ممتاز جدا. بعد كده to make the adjective from the word success لو عايز اخليها صفه طبعا هحط لها اف يو ال تبقى successful يعني ناجح. successful الناس اللي مذاكره السفكسز. طيب to be famous and rich لكي تكون غنيا ومشهورا او مشهورا وغنيا you should be a toiler لازم تكون toiler يعني عامل مكافح او عامل يعمل بجد يعني. the word toiler means هنا someone شخص طبعا who works hard يعمل بجد. شخص works hard يعمل بجد. the synonym of the word true مرادف كلمه true يعني صحيح او صواب. مرادفها طبعا correct. مرادفها كلمه يا جماعه correct يعني صحيح او صواب. لا انت بسات حزين incorrect غير صحيح remote يعني نائي او بعيد. يبقى true حقيقي او صحيح بتساوي كلمه correct. ناتي لاخر سؤال النهارده معانا يا جماعه هو السؤال الخاص بتصحيح الخطا. وطبعا بفضل الله اللي ذاكر حضراتكم اللي ذاكر واللي شاف الفيديوز بتاعتي الحمد لله رب العالمين على القناه الاسئله دي كلها بتصحيح الخطا احنا حليناها مع بعض على في الفيديو الخاص باهم اسئله تصحيح الخطا اللي موجوده في كتاب الطالب. يعني الموضوع سهل بفضل الله. A list of modern wonders قائمه بعجائب الدنيا السبعه والعجائب الحديثه نقط ان 2007. طبعا دي مبني المجهول وحليناها. ساعتها في ناس قالت لي طب ما وندرز دي جمع. قلت لهم لا هو بيقول لك ليست قائمه بالعجائب مش العجائب نفسها. القائمه دي مفرد يبقى وفي 2007 ده ماضي يبقى على طول واز والتصريف الثالث. يبقى هتبقى يا جماعه واز written. معلش انا عارف ان انا بحل بسرعه بس عشان وقت حضراتكم كنت عندكم امتحانات تانية يعني was written. تمام كده. I didn't go to the theater. فاكرين يا جماعه until فاكرين الجمله دي بالظبط قلنا until تسبق بماضي بسيط منفي وتتبع بماضي تام. ساعتها انا فاكر قلت لكم الماضي التام الفاعل زائد هاد زائد التصريف الثالث. الفاعل موجود يبقى على طول هحط هاد والتصريف الثالث من finish هحلها زي ما حليتها برده معاكم finished. كتبتها ساعتها على الجنب كده قلت مفيش مكان في النقط فرحت كاتبها هنا ايه جنب السؤال نفسه هات finished. يبقى هتبقى هاد والتصريف الثالث للفعل طبعا هتبقى جنبها يا جماعه عشان بس المكان يكفي عملتها هنا هات finished ماضي تام الفاعل زائد هاد زائد التصريف الثالث للفعل. طب يا مستر ايه تاني يا مستر؟ بعد كده السؤال رقم 3 if he برضه السؤال ده flying he would travel. انا عندي حاله اف. طب الاولى ولا الثانيه؟ انا عندي في الناحيه الثانيه would يبقى دي على طول الحاله الثانيه. الحاله الثانيه اف ماضي بسيط الناحيه الثانيه الفاعل زائد would او could او might زائد المصدر. يبقى انا عايز ماضي بسيط منفي هنفيه ازاي؟ الفاعل زائد didn't زائد المصدر. يبقى if he didn't والمصدر من hate زي ما هي hate didn't hate ماضي بسيط منفي. if he didn't hate flying he would travel by plane. لو هو ما كانش بيكره الطيران كان هيسافر بالطياره. طيب نمبر 4 he told me that طبعا ده غير مباشر اخبرني that it not a holiday the next day. هتبقى اجازه اليوم اللي جاي. تمام next day يعني اليوم المقبل. طبعا يا جماعه ده على طول هتبقى
التحويل بقى جوه الاقواس يتحول المضارع الى ماضي، ويل تتحول الى وود، ويل الى وود، وكان الى كود. الافعال الناقصه خدنا تحويلاتها، يبقى على طول هتبقى وود بي، وود بي، لان ويل تتحول الى وود، وكود تتحول، كان تتحول الى كود. فاكرين الكلام ده؟ وشال تتحول الى شود. ده جوه الاقواس لان الكلام ده غير مباشر. اخر سؤال عندي بيقول لي ماي فاميلي، عائلتي، بلان اللي مخطط، سوري اللي مذاكر عارف ان بلان تتبع بتو زائد المصدر تخطط، يبقى بلان تو سبند. برافو عليكم، من ضمن الافعال التي تتبع، والكلام ده برضه حلناه بفضل الله سبحانه وتعالى في تصحيح خطا. بلان تو سبند ذا ويك اند ان الكسندريا، تخطط ان تقضي الاجازه او اجازه نهايه الاسبوع في الاسكندريه. بلان تو زائد المصدر تو سبند يا جماعه. وطبعا الايميل يا جماعه هو ايميل سهل طبعا، بيقول لك ريفيو، سوري الباراجراف سهل. A review of the things you are dreaming of. ريفيو الحاجات اللي انت بتحلم بيها. يقال ان الايميل انا بصراحه ما اطلعتش على يونت 12 يونت 12، هو بيقول ان هم من الوحده ل 12، الوحده ل 12 اساسا محذوفه المفروض ما يجيش منها، بس هو يتكتب فيه عادي يا جماعه. يعني عباره عن مقاله نقديه او حاجات هتكتبها خاصه بما تحلم به في المستقبل، الحاجات اللي بتحلم بيها، انت عايز تبقى ايه في المستقبل اللي بتحلم تحققه يعني. اتمنى التوفيق للجميع. الامتحان الحمد لله كان سهل جدا. طبعا اتمنى التوفيق لباقي الطلبه في باقي المحافظات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكريبشن في القناه وتفعل زر الجرس وشير افري وير، واف يو لايك اديها لايك وفوت لرايك في الكومنتس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.